هذه صورتك يا ابو سويحل. اذا هذا الشنب واللحيه حاطهم ورجال انت، تعال ديسكورد وناظرني سولف معي. المشكلة بلشت يوم أبو سويحل اتكلم عن موضوع المشاهدات الوهمية على منصة كيك. وقتها الكل تقريبا فهم إنه كلامه كان موجه لدربحة، خصوصا إنه دربحة كان أكثر شخص الناس تتهجم عليه وتتهمه بالمشاهدات الوهمية بهذاك الوقت. بعدها دخل ماهركو وحكى عن سيرفر ريسبكت، وحكى إنهم بدعموا صناع المحتوى اللي بسيرفرهم بمشاهدات وهمية بس عشان يظلهم متواجدين داخل السيرفر. وخلال كلامه ذكر إنه أغلب الستريمر ومن ضمنهم شونغ وأبو سويحل عندهم مشاهدات وهمية. وهون فعليا بلشت المشاكل بين أبو سويحل وماهركو، وصار كل واحد منهم يتكلم عن الثاني ببثه، وصارت الدراما اللي بيناتهم. وبيوم من الايام ماهركو راح عند ابو سويحل وبعث له $100 وحكى له مو انت صاحب دراما الوهمي؟ بثك كان 7، ما شاء الله صرت توصل 28، السيناريو مولع، بطلت تتكلم الان، صلاة النبي كيف هيك؟ رد ابو سويحل ما تاخر ورجع الدونيشن لماهركو وبعث له $101، كتب له هاي الفلوس حقتك. المهم نترك الدراما القديمه شوي ونروح لبطوله الكينجز ليج. قبل ما اكمل تنبيه بسيط، انا لا مع ماهركو ولا مع ابو سويحل، بس راح احكي اللي صار بشكل محايد. الكل بيعرف انه ماهركو شارك بالبطوله مع شونغ ودربحة وغيرهم، وكانت اخر مواجهه بينه وبين شونغ. بصراحه من وجهه نظري، واعتقد كثير راح يأيدوني بكلامي، ماهركو كان محترم جدا مع الجميع وكان ناسي كل المشاكل القديمه. لكن للاسف ابو سويحل وجمهور شونغ ما كانوا ناسيين هاي المشاكل. ابو سويحل وهو بالمدرجات عمل اكثر من تصرف غريب، منها انه سب ماهركو ورفع لافتة الدونيشن اللي بعثها لماهركو. ممكن بعض الناس يعتبرها روح رياضيه بما انها داخل الملعب، بس في تصرفات ثانية فعلا صعب تبررها، خصوصا لما ترفع لافتة عن اشي شخصي صار قبل البطولة. هون الموضوع بصير استهزاء بالشخص مش بمنافسة رياضية. وغير انه صار بعدها تهجم كبير من جمهور باور على ماهركو، وهذا اللي خلاه يطلع ببث مباشر ويحكي عن اللي صار، وحكى فيه انه على الاقل لازم يحترموا الضيف اللي جاي على بلدهم. يقصد فواز؟ لا ما بقصد فواز. ابو سويحل ما كان مباراة فواز، ابو سويحل اجى اخر شيء، وانا لو بعرف انه فاتح بث يعني كان صارت فعلا تصعيد رسمي. لانه شوف، اول شيء انا لو يجوا عنا على بلدنا الا افرش لهم الارض من المطار لمحل ما يوصلوا، تمام؟ لانه هذه عوايد رجال. انا بارضك، انا بمملكتك، تمام؟ عيب اذا بتعرف شو يعني رجل، اذا بتعرف شو يعني زلبه، بتعرف شو يعني تستقبل ضيف حتى لو في بينك وبينه مشكله. اوكي؟ والله لو اجعل الاردن في عز المشاكل الا انا استقبلهم وباحترام. بعد أبو سويحل نشر تغريدة وقال فيها: مساء الخير أخواني الكرام، أعتذر لو بزعجكم بالموضوع ذا، بس لازم أوضح وأنهي الموضوع بشكل كامل. أستاذ ماهركو قال ما حد احترمه وأنه لازم نحترم الضيف. كل التقدير والاحترام للجميع سواء من الأردن أو أي دولة عربية، بس المشكلة من الأساس منك. يجي أكثر من إديتر ينزل عليك إديت وتزعل وتتكلم. لا احترمت عمرك اللي تدعيه ولا الناس اللي تسمع. وبالنسبة لاحترام المكان، أنت بنفسك قلت لو تدري إني أبث باك ستيج بتسبب مشكلة، ويوم شفتك نزلت عيني. الله يصلحك، وين احترام المكان اللي تقوله؟ ما في مشكلة، من ذكرك بتناقضك، فحافظ على احترامك، واحترام المكان واجب، وركز على فريقك ونجاحك فيه بدل الترهات ذي. ولحد الآن هاي كل التفاصيل اللي صارت بين الطرفين، فالله يصلح الحال بينهم. شاركونا رأيكم بالكومنتات، مين بتشوفوا الغلطان بهاي المشكلة؟